ياسين منصور عضو ونائب مجلس إدارة النادي الأهلي القادم يتفاوض مع فيستون مايلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وحكاوي الملاعب. النهاردة هنتكلم عن موضوع حامد حمدان والشرط الجزائي اللي في عقد جون ادوارد مع نادي الزمالك، وبديل دونجا في مباراة السوبر المصري امام بيراميدز، وقصة حسام عبد المجيد وشركة الكورة في نادي الزمالك. وفي خبر مهم جدا جدا جدا، هو تعاقد الاهلي مع نجم بيراميدز. هنشوف ايه اللي هيحصل في الحلقة، ولكن قبل ما ندخل في الحلقة ما تنساش تعمل لايك واشتراك علشان تشوف كل جديد في كرة القدم سواء المحلية او العالمية. ويلا بينا ندخل في الفيديو. مبدئيا كده الزمالك بيتحرك بشكل قوي، او تحرك بالفعل منذ يومين او 3 ايام مع التعاقد وتجديد المفاوضات مع نادي بتروجيت علشان يخلص حامد حمدان. حامد حمدان متألق منذ وجوده في مصر، يعني من الموسم الماضي، ونادي بتروجيت كان بيلعب معاه حامد حمدان، وأداء كان متميز جدا في الفترة الأخيرة. واللي حصل في بداية الانتقالات الصيفية الموسم الحالي، وإن أنا مش هلعب وإن أنا بنقطع عن التدريبات، لازم تسيبوني أروح للزمالك، أنا عاوز عيلتي تتبسط، أنا عاوز عيلتي تفرح، أنا عيلتي كلها زملكاوية. كل ده خلى بتروجيت يوقف المفاوضات، وكمان الولد اتمرد ومرضيش ينزل تدريبات والكلام ده كله. لكن الفترة اللي فاتت نزل في التدريبات ولعب وأدى أداء جيد جدا. وبالمناسبة يعني ملوش علاقة بهدف امبارح قدام النادي الأهلي، يعني المفاوضات دي بقالها حوالي 3 ولا 4 أيام يعني. فالزمالك بعت خطاب رسمي لنادي بتروجيت، وكان في اتفاق كده بسيط قبل الانتقالات الصيفية اللي فاتت دي ما تخلص، ان الزمالك يشتريه ب20 مليون. بتروجيت عاوز ال20 مليون توتو على كبوتو كاش، اخد ال20 مليون كاش مرة واحدة. الزمالك بيتكلم بيقول اديكم على اقساط. فراح بتروجيت قال لك طيب خلاص انا عاوزهم على اقساط، يبقى هنزود المبلغ ل 30 مليون جنيه. فالزمالك قال له طب تمام، هديك 18 والباقي على اقساط. في كلام رايح جاي، في شد وجذب، ولكن الصفقة هتنتهي لنادي الزمالك، او تقدر تقول 90% حامد حمدان لاعبا لنادي الزمالك في يناير القادم. طيب ده موضوع حامد حمدان، وهو بالمناسبة لعيب كويس جدا، بيأدي في أكتر من مركز، جوكر يعني بكل مكان، وأكيد هيكون إضافة لنادي الزمالك. هنتكلم ليه بديل دونجا في مباراة السوبر المصري في الإمارات قدام فريق نادي بيراميدز، بنسبة يعني تعدي 90 أو 95%، هيكون محمد شحاتة رجع الحمد لله من الإصابة خلاص أكيد، وإن شاء الله تكون يعني إصابة تكون بسيطة ما تأثرش على مستوى الزمالك. هيلعب قدام بيراميدز، خصم صعب جدا، الأقوى في أفريقيا الموسم الحالي والموسم الماضي. ان شاء الله يعني يعمل مباراة جيدة شحاتة، ويكون اضافة لخط وسط نادي الزمالك. ويانك فريرا اعتقد يعني استقر على ان محمد شحاتة هيكون هو بديل ل دونجا في مباراة بيراميدز. طب واحد يسألني يقول لي طب ليه احمد ربيع ما يشاركش؟ والله هو شايف ان احمد ربيع لسه يعني بدنيا يعني وفنيا لسه يعني، فهو بيفضل ان هو ما يبدأش بيه في مباراة قوية ومباراة صعبة زي مباراة بيراميدز. ده كلام يانك فريرا، وده تفكير يانك فريرا، والجميع بيحاول يدعمه، ولكن مهلته الوحيدة هي مباراة وبطولة السوبر. والله كسبتها يا عم يانك فريرا انت هتكمل، ما كسبتهاش هتتوكل على الله وتشوف مصلحتك بعيد عن النادي، لان احنا مش ناقصين قرف. طارق حامد بيتكلم مع بعض من الوكلاء، والوكلاء دول كلموا إدارة نادي الزمالك ان طارق حامد عاوز يرجع يختم حياته داخل نادي الزمالك. وفكرة ان هو ياخد فلوس او ما ياخدش، قال لهم انا هاجي ال6 شهور اللي هم قاعدين لي دول، اللي انا عايز بس اكون متواجد داخل نادي الزمالك، هيكونوا فري من غير اي ببلاش، وكمان مش اشترط ان هو يلعب كمان،
فان هو مش فارق معاه يلعب او ما يلعبش. فالفكره كلها عزيزي الزملكاوي ان طارق حامد يقترب بنسبه تفوق 100% كمان ان هو يكون في نادي الزمالك لختام مشواره. وبصراحه انا بؤيد هذا الراي بكل قوه. واحد من اللعيبه الرجاله اللي اديتك بكل روح وحب وعرق وشغف وقتال داخل الملعب ده كان طارق حامد. في السنوات اللي فاتت طارق حامد يستحق كل تحية وتقدير لهذا المقاتل اللي أدى ما عليه داخل نادي الزمالك. طارق حامد هيكون إضافة صدقوني لو لعب مع نادي الزمالك حتى لو لبعض الدقائق، لأنه لاعب كبير ولاعب مخلص وبيلعب برجولة وبيموت نفسه على الكورة. حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد دي معلومة. أحد الصحفيين تواصل مع أخوه وسألوه سؤال واضح وصريح. سؤال واضح وصريح: هل حسام في حد تواصل معاه من داخل مصر؟ هل حسام الأهلي كلمه؟ صريحة. رد عليهم وقال لكن كل الكلام لازم يكون معايا أنا، لكن حسام قعد مع حد من مسؤول النادي الأهلي ما حصلش. مكالمات هاتفية حصل من بيراميدز وكمان من مين؟ من النادي الأهلي. فأخو حسام عبد المجيد رد على الصحفي ده وقال له بص، هو حسام عنده حاجة. حسام بالنسبة له كل الأندية في مصر واحد. أنا بلعب دلوقتي في الزمالك، فبالنسبة لي الزمالك زي الأهلي زي بيراميدز زي المقصة زي الإسماعيلي زي كله. بالنسبة له كل أندية مصر واحد، كل أندية مصر هي ما فيش أي اختلاف. فقال له حسام بيركز فقط لا غير على الاحتراف. فالصحفي سأل أخوه قال له طب فيه عرض مادي قوي لحسام عبد المجيد هيوصل لنادي الزمالك؟ قال له في عرض قادم لنادي الزمالك بقيمة مالية كويسة جدا تليق بأخويا حسام عبد المجيد وتليق طبعا كمان بالفريق الكبير ونادي الكبير هو نادي الزمالك. في الأيام القليلة القادمة قد تشهد خروج حسام عبد المجيد من نادي الزمالك لأوروبا بعرض رسمي هيوصل لنادي الزمالك خلال الأيام اللي جاية كمان في فترة التوقف الدولي قبل بطولة أفريقيا اللي في المغرب، اللي بنتمنى كل التوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني. شركة الكورة خلاص في الأيام اللي جاية دي هتظهر للنور، وده منفذ مميز للأزمة المالية الكبيرة الطاحنة اللي بيمر بيها نادي الزمالك. هتقول لي ازاي؟ شركة الكورة دي هتكون اولا منفصلة عن إدارة نادي الزمالك بالكامل. دي شركة الكورة خاصة بيها، هيكون فيها بعض من رجال الأعمال اللي بيحبوا نادي الزمالك هيكونوا متواجدين جوه شركة الكورة، وكمان هيكون معاهم نجوم سابقين في كرة القدم هم برضه هيكونوا في الإدارة الفنية داخل شركة الكورة. شركة الكورة اتحط لها واتوضع ليها ميزانية كبيرة تتخطى 700 مليون جنيه. والله اقول لكم رأيي بصراحة احنا كجمهور زهقنا من الارقام. سمعنا ارقام خزعبلية، سمعنا ارقام كتير، لكن الصراحة ما بنشوفش اي جديد. لكن نتمنى التوفيق يا رب لشركة الكورة، لو تمت هيكون منفذ جميل جدا 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 لنادي الزمالك. الكم يوم اللي فاتوا وزي ما كنت اتكلمت في الفيديو اللي فات عمنا حسين لبيب عنده شوية لجان فشلة بيكتبوا كده اخبار. فقال لك ايه؟ قال لك الزمالك بيفكر الاستغناء عن جون ادوارد ودفع الشرط الجزائي المقدر ب 2 مليون جنيه. انت متخيل الرقم اللي انا بقوله؟ فيقول لك ان 2 مليون جنيه 2 مليون دولار 1.5 مليون دولار. معلومة موثوقة 100%. الشرط الجزائي المتواجد في العقد اللي انا هقوله لك دلوقتي، ان هو ابين لك ان العقد والشرط العقد اللي هو موجود ما بين حسين لبيب وإدارة نادي الزمالك مع جون ادوارد عقد غريب جدا. المهم الشرط الجزائي اللي في العقد بتاع جون ادوارد مع إدارة نادي الزمالك 250,000 دولار، ده الشرط الجزائي. ولكن تعالى لي العقد اللي بينهم بيقول ايه؟
ان انا هوفر لك، انا كاداره الزمالك هوفر لك 700 مليون جنيه تشتغل بيهم. لكن انت على مدار الثلاث سنين توفر لي 400 مليون جنيه ايرادات بقى. سوقت لعيبه الاقي ال 400 مليون. طب الزمالك يا ابو الكباتن وفر له ال 700 مليون؟ الاجابه خالص، ما وفرلوش حاجه. طب جون ادوارد لو حب يفسخ عقده يدفع الشرط الجزائي اللي هو 250 مليون 250 الف دولار؟ يدفع ليه اذا كان اصلا العقد باطل؟ اذا كان العقد اساسا في بنود او اغلب بنوده ما توفرتش. قال لك 700 مليون جنيه ووفر لي 400. لا انت وفرت لي ال 700 وانا كمان قعدت الثلاث سنين عشان اوفر لك ال 400. واساسا برضو علشان اقول لك حاجه برضو، ان فكره ان جون ادوارد اصلا يمشي باستقاله او اقاله ما اتطرحتش من الاساس، لكن دي لجان عايزه تشوشر بس على شغل جون ادوارد، سواء كان شغله كويس او شغله سيء. تعال بقى على المفاجاه اللي انا قلتها لك في اول الفيديو. ياسين منصور عضو ونائب مجلس إدارة النادي الأهلي القادم يتفاوض مع فيستون مايلي. طيب هتقول لي ازاي يتفاوض مع فيستون مايلي؟ خلينا كده نتكلم حبة حلوين مع بعض. بيراميدز هو الأقوى والقوة الشرائية الوحيدة في مصر اللي تقدر تكون واقفة قدام النادي الأهلي. عندها فلوس كتير جدا جدا جدا، دولارات، والموضوع بالنسبة لهم في الدولارات ده مش صعب. الفرقة الوحيدة اللي بتقدر تقف قدام النادي الأهلي في الفلوس. لو تفتكروا زمان الأهلي كان عنده رمضان صبحي إعارة من هيدرسفيلد الإنجليزي، والإعارة خلصت واللي حصل بقى والقصة اللي انتوا عارفينها، ساعة وترد علينا شوف حالك الكلام ده كله. فراح بيراميدز دخل اشترى من هيدرسفيلد طبعا الإنجليزي رمضان صبحي، وكمان من قدام مين؟ النادي الأهلي. طيب يبقى كده النادي الاهلي الوحيد اللي الفرقه الوحيده اللي بتقدر تضاهيه وان تبقى معاه راس براس في الفلوس هي بيراميدز. الموضوع سهل يعني. الاهلي في الكام يوم اللي فاتوا دول قعدوا مع فيستون مايلي. الاهلي شايف ان فيستون مايلي هو الوحيد البديل الكفء والقوي لوسام ابو علي. الاهلي عنده محمد شريف دون المستوى، جراديشار بيمشي على سطر ويسيب سطر، لكن فيستون مايلي ما شاء الله متألق الموسم الماضي. جاب بطولة افريقيا، والكام ماتش اللي فاتوا دول سجل فيه الاهلي السعودي، وسجل طبعا كان في المباراة اللي فاتت الاخيرة اللي خدوا فيها السوبر الافريقي امام نهضة بركان المغربي. مايلي كان مصمم ان هو عاوز يمشي من بداية الموسم، وكمان تقريبا ما لعبش كمان ماتش النهائي قدام الزمالك. حتى يوريتيتش المدير الفني لنادي بيراميدز قال للمسؤولين بتوع إدارة بيراميدز انا خلاص مش عاوزه، لان هو كمان ما بداش معايا فترة الاعداد، فقعد حوالي 3 أو 4 مباريات ما يشاركش. فالاستاذ ياسين منصور عاوز فيستون مايلي يكون هدية لنادي الاهلي بعد الانتخابات، وهيدفع من جيبه في ال6 شهور اللي جايين. لو بيراميدز مش عاوز يبيعه هيدفع لهم 1.5 مليون دولار علشان يتخلوا عن مايلي في يناير. واحد يسألني يقول لي طب مايلي ليه اصلا يسيب بيراميدز ويروح الاهلي؟ ما هو بياخد فلوس قد كده من بيراميدز. لا خالص، فيستون مايلي مرتبه بيراميدز حوالي 55 او 60 مليون جنيه في السنة. شوف انت بقى بالدولار كام. وجاي له عرض من المملكة العربية السعودية في نادي كبير 6 أو 5.5 مليون دولار في الموسم. 6 أو 5.5 مليون دولار في الموسم. فبالنسبة له هو الولد ما عندوش عاطفة لبيراميدز، يعني ما فيش جمهور كان بيحييمك، ما فيش كان مثلا جمهور بيشجعه، جمهور دايما في ظهره، لا ما فيش الكلام ده. فهو ما عندوش عاطفة أساسا لبيراميدز، فبالنسبة له إن هو لو غادر من بيراميدز مش هيبقى فيها مشاكل، مش زي مشكله زيزو مع نادي الزمالك، جمهور الزمالك والكلام ده كله والحكايه والروايه والكلام ده كله.
فبالنسبه له انا ما عنديش عاطفه. فبيراميدز عنده سقف في التعاقدات وعنده سقف في الرواتب، بمعنى اعلى لاعب في بيراميدز بياخد 2 مليون دولار، ومايلي بيحاولوا معاه ان هم يدوا له 2 مليون دولار وهو رافض. فالاهلي ممكن يدفع ما يقارب ل 3.5 مليون دولار، هيتحمل فيها جزء كبير الأستاذ ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي القادم في يعني في الدورة الانتخابية اللي جاية. وفي فترة التوقف الأهلي هيخلص مع مايلي ومع وكيله. هيحصل ايه في الايام الجاية؟ ولكن افتكر كلامي علشان اكون اول واحد اتكلم لك على الموضوع ده معاك. مايلي هيكون لاعبا في النادي الاهلي على أقصى تقدير، هيكون في الصيف القادم. ده اللي كان عندي النهاردة في حلقة حكاوي الملاعب. يا رب أكون قدرت أوصل لك معلومة تفيدك والم لك كل الأحداث اللي حصلت في الكام يوم اللي فاتوا. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد في كرة القدم المحلية والعالمية. آخر كلام، السلام عليكم.